لو محتاج تدمر أي فريق مش محتاج تلعب ناقص واحد. إزاي بيتم اغتيال زيزو وإمام تكتيكيا، وإزاي دفاع الأهلي بقى أهون من بيت العنكبوت. أنا محمد ثعلب ودي دماغ ثعلب، يلا بينا نبدأ. قعدت أفكر، هو المدرب ده بيلعب بعقلية إيه؟ بيفكر إيه؟ عايز يعمل إيه؟ وأدرس وأقطع وأشوف وراجع. في الآخر اكتشفت المدرب ده بيلعب بعقلية إيه؟ طلع تروب لعيب بلاي ستيشن ماشي بعقلية كل ما النجوم تزيد المكسب أكيد. يا عم تروب، زيزو جناح مش في القلب، وإمام قربوا لل 18 هتاخد منه لوز العنب. خروج الكورة عندك مروان وعندك بالعمري وعندك هاني، ويا رب تستخدم مصطفى شوبير. يلا بينا نشوف الأرقام. الأرقام بتقول إن الأهلي على الورق عامل استحواذ 69% وسموحة 31%. ده كلام جميل، حلو قوي، بس ده اسمه إيه؟ اسمه استحواذ سلبي مش استحواذ إيجابي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تكون أنت ماسك في الملعب 69% الكورة وعملت 12 شوطة، لكن في الآخر الفرص الخطيرة واحدة. طب نشوف الغلبان. سموحة ماسك الكورة 31 مرة، شات كام؟ 10 وانت 12. الشوت اون تارجت 5 وانت 3. انت فاهم يعني ايه؟ يعني هو مقدار الفاعلية بتاعته لو حسبتها بالإحصائيات هتلاقي هو 1.8، يعني هو أكتر منك ب 1.8 على الرغم من إن استحواذه 31%. إيه رأيك في الكلام ده؟ إيه الفرق بين هوية الفريق في الماتش وطريقة اللعب؟ لو قلنا فريقين بيلعب 4-3-3 وده بيلعب 4-3-3، الاتنين بيلعبوا بنفس الخطة، هيلعبوا بنفس التكتيك؟ لا. في واحد هيلعب استحواذ زي الأهلي، وفي واحد هيلعب على الهجمة المرتدة أو الكرات المباشرة زي مين؟ زي سموحة. طب أنا بختار بناء على إيه؟ بناء على الهوية بتاعتي اللي أنا بعرف ألعبه. لما أنت بتلعب بالاستحواذ وما عملتش غير خطورة واحدة بس، ما شوتش غير 12 شوطة 3 على المرمى، يبقى ده اللي أنت بتعرف تلعبه؟ دي الطريقة اللي أنت عارفها؟ مصمم عليها ليه؟ مكمل عليها ليه؟ ما تغير. عملت في الماتش 502 تمريرة، منهم 299 في النص التاني من الملعب. دقة العرضيات عندك 24%. وكل ده هنعرفه ليه؟ كل ده جاي وبالفيديو وبالدليل، وانت اللي بتعمل كده وانا مش فاهم. لما تبقى مستحوذ 69%، اغلب المباراة كرة معاك ويتشاط عليك اكتر ما انت شط على المرمى، ده معناه ايه؟ معناه مفيش دفاع. خطة دفاعك حلق حوش. حلق يا جدع، اللي يعرف يعمل حاجة يعملها، اللي يلاقي حد يمسكه. لا بتقول بندافع بالمساحة ولا بندافع بالمان ولا بديلهم خطة دفاع، واغلب اللعيبة اللي انت مختارها ما بتعرفش تدافع. من الاخر انا بس عندي اسئلة نفسي اجابة ليها بصراحة. امام ليه مرجعه ورا؟ وليه بتطلع عليه؟ ومروان راح فين؟ وبالعمري فين؟ مين قالك ان امام طول ما بيبعد عن المرمى هو كده مفيد ليك؟ بلاش دي، بلاش دي. السؤال التاني، هو مين اللي فهمك ولا انت بتشوف ايه في التمارين عشان تخلي زيزو في الشمال وانت شايف ان هو كده مفيد؟ انا ممكن اقولك اللعيبة وحشة عايزة تطفشك، ما بتاخدش مستحقاتها، زهقانة عايزة تسيب النادي، زعلانين من بعض، ضاربين بعض. حط لي كل لعيب في مكانه وساعتها انا حاسبه. فهمني لما الكرة تبقى معاك انت عايز تعمل ايه، ولما الكرة ما تبقاش معاك انت هتجيبها ازاي. الارقام معبرة عن حال الاهلي، ولو الاهلي فاز انا ماليش دعوة بالنتيجة، انا ليا دعوة بالارقام. وانا قلت لكم الارقام ما بتكذبش. الارقام بتقول ان الاهلي
اقل من متوسط لعيبه في دوري درجه تانية. يلا بينا على الفيديوهات. هو انا النهارده لما بلاعب زيزو 10 او جناح شمال ومخليه كمان ينزل يستلم، انا متوقع منه ايه؟ متوقع منه حاجه واحده بس، ان هي تضيع. طب هي جات لك تاني يا زيزو، اعمل حاجه بقى. ضيعها. لاعب مش في مكانه ولا مركزه ولا رجله ولا امكانياته، بتعمل فيه كده ليه؟ وبتعمل فينا احنا كده ليه؟ شوف اللي بعديها. امام فاضي بازيله، لا، هبازي لقدام، اتقطعت. بازي التاني، بازي لامام، لا، امام خلاص واقف في اخطر مكان في الملعب. امام بيقول لك بازيلي، مفيش، مستني. ها بقى، ولا حد شايف اي حاجه. طب خلاص ادي جت، لعبها له عدل، لا هلعبها له وراه. ورغم ورغم كده هو اللي حل، هو اللي حول الهجمه من ما فيهاش اي نوع من انواع الخطوره لهجمه خطيره، وجاب منها كورنر، والكورنر ده اللي جاب منه الجول. حلك امام، اعتمد عليه، قربه من ال 18، هيدي لك حلول غير متوقعه. هو عم ترب انت ما عندكش محلل اداء؟ بلاش، انت ما بتتفرجش على المباريات؟ ايه المساحه الفاضيه دي؟ انت قاسم الفريق نصين، خط وخط. احنا اتعلمنا ان الفرقه 3 خطوط، انت جيت غيرتها، خليت الفرقه خطين، خط وخط، دفاع هجوم وسط ما يلزمنيش. تعال نشوف. 5 لعيبه واقفه على ال 18، و5 لعيبه واقفه في نص الملعب، واللي بينهم الحكم. فين اللاعب اللي بينزل يستلم ما بين الخطوط دي؟ ما سمعتهاش؟ ما عرفتش ايه هي المنطقه 14؟ اخطر منطقه مفروض توصل لها الكوره. بلاش، طب انت بتلعب بالاستحواذ، ما تجيب كتاب الاستحواذ، شوف اول فصل فيه بيقول ايه. بيقول المفروض اوصل الكرة فين، اطلعها على الجناحات ولا ادخلها قدام ال 18 ولا اخرجها من ال 18؟ بس انت عملت حاجة حلوة قوي بقى، انت فضيت نص الملعب. مفيش، انا مش عايز، انا هلعب بخمسة خمسة، ودي خطة جديدة عشان انا قلت لك انت لعيب بلاي ستيشن. اللقطة اللي جاية دي بقى بتوريك واقع الاهلي، يعني ايه استحواذ بلا فاعلية، والمعنى الحرفي للاستحواذ السلبي. يلا نشوف. الكورة مع بالعمري، والناحية اليمين هو فدان ارض، فدان ايه، فدادين ارض، مفيش ولا واحد فيها. يا عم هاني، ايه ما تتحرك؟ يا حسين يا شحات، واقف على الخط بتعمل ايه؟ ما حبيبي ما تقرب عشان تقطع من وراه. وكل ده محمد هاني فين؟ هو هاني واقف ورا بيعمل ايه؟ انا كل ده عايز اشوف الحته اليمين، مركز معاها. المساحه راحت. نبدا من الاول. باص 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 باص، عشان ايه؟ عشان اخلق مساحه. تحركات بتجيب مساحه. طب المساحه موجوده، المساحه اي كفيف شايفها. يا هاني انت واقف ورا بتعمل ايه؟ ما تروح وحرك حسين الشحات. هو مش انت الكابتن؟ وفين خبرتك يا حسين؟ واقف ليه على الخط؟ ما تقطع يا بابا وتجيب هاني. قول له تعالى، كلموا بعض، محدش بيكلم حد في الملعب ليه؟ وفي الاخر الكرة هتروح له وهنبدأ تاني نعيد الكرة. استحواذ بلا معنى، المعنى الحرفي للاستحواذ السلبي. مصر كلها وضواحيها والكواكب والمجرات بره الارض شايفين ان المشكلة في الشمال. الهجمات كلها جاية من الشمال، يمين سموحة، شمال الاهلي. تريزيجيه ثغرة ما بيرجعش، ومفيش حد في نص الملعب. طب ايه، نقفلها ولا نسيبها؟ لا، ازاي؟ كرامتي، هسيبها. هوب، جول.
شكرا. جريمة المدرب مش ان هو خسر ماتش ولا خسر نقطة ولا كسب ماتش ولا خسر بطولة. الجريمة ان هو ضيع هوية الاهلي ومعاه هيبته. لما تقتل بايدك اهم اسلحتك في الفريق ودفاعك بمنتهى السهولة مستباح. السؤال المرعب اللي لازم نسأله دلوقتي، لو ده اللي حصل قدام سموحة، ايه يا عم اللي حصل؟ ما احنا كسبنا، انتوا كنتوا متساويين في كل حاجة والاهلي مع الكورة. لو ده اللي حصل قدام فرقة بتعرف تستغل الفرص، وانتوا عارفين مين خايف من نتيجة مرعبة. انا مش بهد المعبد ولا عايز الاهلي يقع في مشاكل ولا بقول مشوا المدرب، بس في حاجات بسيطة تتعمل. يا ترب بطل تلعب فيها، سيبها على عدلتها. لو وصلت لحد هنا وعجبتك الحلقة، لايك وشير واشتراك وشرفتوني.